تخيل إنك في يوم من الأيام ممكن تلاقي نفسك متهم بجريمة تزوير وإنت أصلا مش فاهم إيه اللي بيحصل. زي مثلا لما تروح البنك علشان تفتح حساب فتلاقي اسمك محطوط على شيك مزور، أو تروح تقدم في وظيفة تلاقي اسمك أو حد مستخدم شهادتك الدراسية المزورة، أو تلاقي نفسك مدان في قضية انت كل اللي ارتكبته فيها انك مضيت بس على ورقة وانت مش مركز. التزوير مش جريمة بيقع فيها المحتلين والخارجين على القانون، انت ممكن تقع في فخ التزوير ومن اقرب الناس ليك. عشان كده النهاردة هتعرف يعني ايه تزوير، ازاي تقدر تحمي نفسك علشان ما تقعش في الفخ ده، ازاي هتتصرف لو وقعت في الفخ ده. في الأول خلونا نرحب بيكم أصدقائنا ومتابعينا الكرام، ونقول لكم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وأول حاجة لازم نعرفها إن التزوير مش مجرد تغيير في توقيع أو تزوير مستند، وإن التزوير في القانون المصري ليه تعريف واسع وبيشمل أي تغيير للحقيقة، سواء كان في مستند عرفي أو في مستند رسمي، وسواء كان التغيير ده بالكتابة أو بالحذف أو بالإضافة. يعني ممكن تلاقي نفسك وقعت في فخ التزوير من غير ما تحس، وبالقانون ده ممكن يتم بمجرد إن بس حد يستخدم اسمك أو توقيعك بطريقة غير قانونية. والسؤال هنا إزاي بيتم التزوير؟ كتير مننا ممكن يقع في فخ التزوير سواء عن طريق صديق أو قريب أو أي شخص قدر بس إنه يستغل بعض الثغرات القانونية. وده زي إن ممكن تلاقي حد ماضي باسمك أو بيستخدم أوراقك الشخصية علشان يعمل صفقة غير قانونية ويلبسك انت. لا، وتعالى اقول لك اللي اخطر من كده، ده في بعض الناس بيلجأوا للتزوير في معاملتهم اليومية، وده زي اللي بيستخدموا في الإيجار أو بعض التوكيلات. أما بالنسبة للنتائج اللي بتترتب على التزوير، هنا نحب نوضح إن التزوير مش بس بيأثر عليك، ده كمان بيأثر على الناس اللي حواليك. ده مثلا زي التزوير في شهادة الميلاد، فده ممكن يسبب مشاكل للأطفال في حياتهم المستقبلية، سواء كان للدراسة أو في معاملاتهم القانونية. والنقطة الأهم من كده إن أنت على ما تثبت صحة موقفك من التزوير ده ممكن تاخد وقت وجهد كبير جدا علشان تقدر تثبت ده، وممكن تلاقي نفسك متورط في قضايا تانية. أما بالنسبة لعقوبة التزوير فلازم هنا نعرف إن القانون المصري ما بيتهاونش في أي نوع من أنواع التزوير، وإن التزوير بيتحدد العقوبة بتاعته على حسب الضرر اللي تسبب فيه. يعني مثلا في حالة التزوير البسيط بتبقى العقوبة هنا ممكن توصل ل3 سنين سجن، طبعا غير الغرامة المالية. أما بقى لو التزوير تم في أوراق رسمية فممكن توصل هنا العقوبة لحد 7 سنين سجن، وده زي مثلا اللي بيزور في شهادة الميلاد أو في قسيمة الجواز. مش كده وبس، ده التزوير ممكن توصل العقوبة بتاعته للإعدام في حالة تزوير الأختام والأوراق الرسمية اللي بتضر بالدولة وأمنها القومي. وتعالى أقول لك إيه هي آخر التعديلات في القانون المصري اللي بتخص التزوير. وهنا لازم كلنا نعرف إن القانون المصري شدد العقوبات على التزوير علشان يمنع أي حد بيفكر إنه يلعب في الأوراق الرسمية. فبعد ما كان التزوير بيتعامل معاه القضاء بشيء من روح القانون، النهارده القانون بقى بيشدد العقوبة بتاعة السجن وخلاها السجن المشدد، ده غير طبعا الغرامات المالية اللي زادت بشكل كبير. طبعا التعديلات دي كلها الغرض منها هو حماية حقوق المواطنين والحد من استغلال بعض الناس لبعض الثغرات القانونية. وعلشان تقدر تحمي نفسك كويس جدا من انك تقع في فخ التزوير، اهم حاجة انك تحافظ على اوراقك الرسمية بشكل امن، وانك تفكر مرة واتنين قبل ما تمضي اي ورقة، وما تفكرش تمضي على أي مستند غير لما تطلع عليه كويس وتقراه كويس جدا. ولو شكيت في أي وقت إن في حد زور توقيعك أو استخدم أوراقك الشخصية، تاخد بعضك وتطلع فورا على النيابة العامة وتقدم بلاغ رسمي. ولازم تعرف إن القانون بيحميك، ولكن لازم تكون واعي لحقوقك وتتصرف بسرعة.
ولو شفت الفيديو متأخر وما اكتشفتش الأمر إلا بعد الأمور ما خرجت عن السيطرة، فتعالى أقولك إزاي تقدر تحمي نفسك، علشان لسه في خطوات تقدر تعملها وتحافظ على نفسك ممكن تحمي نفسك بيها. أول حاجة، هتطلع على النيابة فورا ومعاك كل دليل بيثبت إنك أنت وقعت ضحية للتزوير، وده يعني لو في شهود. طبعا بيكون معاك المستند المزور. تطلب من النيابة عرض المستند على الطب الشرعي وعرضك أنت شخصيا للاستكتاب في الطب الشرعي، عشان تقدر تثبت إن المستند الموجود ده مزور وإن التوقيع ده مش توقيع. الأهم من كده إنك تطلب من النيابة إلغاء التعامل بموجب المستند ده، تلغي أي تعامل تم من خلال المستند ده. يعني لو المستند المزور عبارة عن عقد بيع أو توكيل، تطلب من النيابة إنها تلغي المستند وما يتمش البيع أو يلغي التوكيل، لأن التوقيع مزور. بعد ما تعمل كل ده، ناخد حقنا بقى. هترفع دعوى تعويض على الشخص اللي قام بالفعل ده ضدك عشان تاخد حقك ده، علشان التزوير اللي حصل سبب لك خسائر مادية ومعنوية، وده هنا سبب قانوني كافي علشان ترفع على اللي زور أو استخدم أوراقك بطريقة غير قانونية دعوى التعويض. وملخص الموضوع إنك ممكن تكتشف إنك وقعت ضحية في فخ التزوير، عشان كده لازم تكون واعي وتحافظ على حقوقك. التزوير حاجة مش سهلة والعقوبات مش بسيطة، عشان كده لو شكيت إنك اتعرضت للجريمة دي، الحل إنك تتوجه للقانون وتاخد إجراءاتك بمنتهى السرعة. ونصيحتي الأهم إنك تاخد بالك من كل ورقة ومستند بتمضي عليه وتأكد من صحتها. القانون في صفك، ولكن الوعي أهم سلاح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد أول بأول.